الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دون أن نرى العذاب الذي رآه الصحابة من قبل الذي يدخل في الإسلام، دون أن تنتهك الأعراض ويموت أو موت كل منا يرى موت أبيه أو أمه حتى يتراجع عن الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا موحدين ومسلمين لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أتظنون إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم معنا الآن هل يرضى عن هذه الأحوال؟ أنت يا من تفعل ما تفعله إذا كانك بجوارك الحبيب المصطفى ماذا ستفعل؟ إذا كنت على يقين وإيمان بأن الله عز وجل يراك الآن كيف تفعل الفحشاء؟ كيف تعمل ما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي الرسول والمؤمنون؟ لا بد أن نحاسب أنفسنا، دائما نحاسب أنفسنا. الآن نسمع في الأخبار كل يوم سقط شهيد 2 10 أكثر أقل، وكأن الذي يحدث في فلسطين وكأن الذي يحدث في بلد أخرى غير بلدنا مصر، وكأن الشباب ليس هم إخواننا أولادنا شبابنا. لا والله أن هذا لا يرضي الله عز وجل. فمن كان في قيادة أيا كانت عسكرية شرطية اتق الله، اتق الله. أنت لا تتعامل مع كفار، أنت تتعامل مع مسلمون موحدون لله عز وجل. أنت تتعامل من يقول لا إله إلا الله. لا تقتل مسلم حتى ولو كان هذا أمر، إنه عبد يأمرك. فماذا تفعل بأمر الله عز وجل برب العباد؟ والله يا عباد الله، والله يا عباد الله، إن قتل مسلم أو دماء مسلم أشد حرمة من الكعبة عند الله عز وجل. الكعبة تهدم أفضل من أن يراق دم مسلم، وليس قتل مسلم، دم مسلم. فكيف أنت تقتل أخيك المسلم؟ كيف تتهجم على البيوت؟ هؤلاء بعض الخونة المستأجرين من أجل أموال كثرت أو قلت. ماذا ستقول لله رب العالمين